اكشن يعني احنا صارفين ومكلفين وسماعات ومايكات ايوه فاهم؟ صح. يعني عايشني المود عايشني المود. اوي مساء الخير عليكم في حلقه جديده من مود كاست. ازيك يا عم جو؟ ازيك يا عمور؟ عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، كله تمام زي الفل. الاهل تمام، الصحاب تمام، رمضان تمام، طمني عليك. اتفرجت على مسلسلات الكلام طب عامل ايه معاك؟ والله لو ما سكتني هفضل راضي. يا عم انا عادي. كويس. الحمد لله يا صاحبي، انت ايه الاخبار؟ كله زي الفل. الحمد لله. رمضان عامل ايه معاك؟ والله كويس الحمد لله. الدنيا لذيذه يعني الصيام حلو؟ رايق، اه ما فيش عطش بس في جوع. اتعزمت في رمضان لسه والله، ولا مره؟ لسه والله ولا مره. ايه ده؟ اه انتوا ايه يا عم؟ مش تعرفوش عارف. ناس ولا ايه؟ لسه امم بتسخن كده. لا ده هو يعني غريبة بالنسبة لي، عشان يعني رمضان أول ما بيجي أصلا صباح الفل أنت بتلاقي قالوا أنتوا معزومين عندنا أول يوم، قالوا تاني يوم، قالوا ما بلحقش فاهم. كل الناس عندنا عندهم ظروف. ده بجد، العيلة كلها مضروبة فاهم. العيله كلها مضروبه والله. يا عم ربنا يكون في عونكم يا عم. بس كده. بيقول لك إن رمضان زمان زي ما كنت بقول لك كده كان أول ما يجي تلاقي الناس كلها بتبدأ تتكلم على العزومات ويلا وانتوا عندنا ومش عارف ايه ونتجمع كلنا دايما في البيوت يعني. اول يوم عند بيت مش عارف اهل باباك، تاني يوم بيت اهل مامتك، تالت يوم مش عارف خالتك عمتك، والدنيا بتمشي على كده. فجأة الموضوع بقى زي ما انت قلت كده، يعني الدنيا بقت تقيلة قوي. وبعدين بقى لما بيحصل عزومات بتبقى اوت دور، اللي هو احنا هنتجمع في مطعم بقى فاهم حاجة. انا لسه هغسل وبتاع ومش عارف ايه، فكك احنا نتجمع في مطعم، هدفع الرقم وخلصنا صباح الفل. ف... فالموضوع ده بالنسبة لي مخليني برضو مش حاسس برمضان. ده احنا حتى ما علقناش زينة يعني. مفيش وقت يا عمور. صحيح مفيش مفيش وقت. الناس كلها مبقاش عندها وقت. والله حاسس كده فعلا. يعني يا طب ما نقعد في البيت عندك ونطلب دليفري بدل ما نروح مطعم. وبعدين هي- معظم المطاعم بتبقى في اماكن بعيده قوي. مم. يعني مثلا في مدينتي تروح مش عارف فين، تروح يعني ما فيش مثلا مطعم في مصر الجديده، مدينه نصر، لا هو لازم مين أوديك قال ان مدينتي. مفيش مطعم في مصر؟ يعني ليه؟ يعني انا مره اتعزمت في مطعم كان في مدينتي. ماشي يعني مش ده كان مش سفر. ده مش معناه ان كل المطاعم هناك يا اسطى فاهم. ما في يعني في عادي أغلبهم. في حجوجه في مصر الجديده عادي، او في مدينه نصر اكشلي، في حاتي احمد ندى في التجمع، وفي عين ماشي. شمس اخواتنا، طب حلو في ده. كل حته يعني عادي يعني. يبقى انا اللي اتعزمت غلط. يعني برضه فرق العزومات فاهم حاجه. انت لا، بتتعزم في بصراحة. اماكن غريبه برضه شو يعني. الحمد لله. آه. بتعزم ما بدفعش. بس دي عشان ما مشكلتك. يفتكروني يا عم ده انا جايب كشكول بص عامل. الكشكول قد البادجت. والله بالظبط. زي في اشغال شقه اسم شركه الانتاج نو بادجت. نو بادجت. جامده دي شركتنا. جامده فشخ. طب قول لي ايه اغرب حاجه حصلت لك في عزومات رمضان؟ انا مره كنت معزوم في عزومه كانت كان فيها بط، كان فيها كل حاجه معموله من مشتقات شوربه البط. وانا رايح ميت من طلعت الجوع. بلاستيك ولا ايه؟ طيب وانا رايح ميت من الجوع يا اسطى. آه. ما بطيقش البط يا عيني يا ابني. اقسم بالله. فكل الناس قاعده مبسوطه وبتاكل وانا قاعد بتفرج وبشرب تمر بس قاعد باكل في خشاف. ايوه يا عيني. لا والله. انا ما بيبقاش عندي مشاكل كتير مع الاكل فقشطه بدوس يعني. ما برضه ما بحبش البط قوي بس بودي يعني. انا ما بحبش خالص. عمرك نمت في عزومه ده كل عزومه بنام فيها اصلا؟ والله عزومه احنا قاعدين بقى بعد ما بناكل بنقعد. انا بنام على الاكل. لا ده انا بنام بره الاكل. اوكي. لا انا ببقى قاعد مثلا واحنا بناكل وبتاع وخلاص انا شبعت اخواتي ادوني دقيقه بس معلش. والله. طب انت اكتر موقف بيضايقك في العزومات؟ بيضايقني؟ هو مش بيضايقني بس هو موضوع عبثي قوي بالنسبه لي. اللحظه بتاعت يلا المغرب بيدن فاهم، دي بتبقى لحظه مريبه فاش. احنا بنخش نسلم ونبوس. الناس كلها بتجري، واللي ماسك تمر واللي ماسك عصير واللي ماسك مش عارف ايه وبتاع. وبعدين بيبقى في شويه ناس كده قاعدين على الكنبه هم يعني. طب نقوم ولا نقعد؟ يعني تحسهم جداد في العيله فاهم حاجه. هم مستنيين حد يقول لهم يلا فاهم. طب الاذان قدم بالظبط. الاذان بيقول لك يلا. لا معلش لازم تجي لي في ميل رسمي انه دير مش عارف مين، قوم بعد اذنك نطفح دير حاج محمد يلا المحشي هيرسرس. بالظبط. فبيبقوا قاعدين بقى وتلاقيهم باصين لبعض كده اللي هو قاعدين عاملين كده. طب نقوم ولا نقعد؟ فاهم. وتلاقي واحد مثلا بيعمل كده يحس ان هو التاني يشد حلو ويقف
فيلاقي التاني قاعد فيعمل ان هو بيعدل نفسه مثلا ويقوم راجع قاعد تاني بيسلك. ما تنجز يا حاج، ما تقوم يا خال عايزين ناكل يا خال. لا بس دي بتبقى في بيوت يعني ممكن بس تكون معزومه عند حد متكتف كده، لكن في بيوت تانية ممكن تخشها تبقى على راحتك خالص. هو انت اول ما تخش تقعد على السفره تفتح الثلاجه. ايوه انا بعمل كده بصراحه يعني عند خالتي. انا عند خالتي لا ممكن اخش افتح الثلاجه واشرب. انا بخش سلام عليكم ممكن اقدم المغرب العصر ونفطر. مش الدرجات دي يعني انت كده على راحتي خالص. انت كده عشمان في الدنيا. انا ببقى على راحتي خالص هناك. ايوه فمش عارف يعني بحس برضو ان حته العيال الصغيره واحنا قايمين ناكل اللي بيقع واللي بيتعور واللي بيصرخ على الارض بيجيله صرع عايز صبر المداح بقى عشان يجي يطلع من عليه الحاجات. لا والزن بتاع العيال الصغيره في وقت الفطار، هم شايفين ان الناس كلها هتبدا تاكل، ماما يلا عايز اكل يا حبيبي بنقعد، ماما عايز اكل يا بابا بنقعد ما تقرفناش. يعني يا حبيبي حاضر هنقعد وهناكل. اول ما تقعد بقى خلاص يعني قعدنا وسستمنا الدنيا وخدت العيال الصغير ده على حجرك وبتبدا بقى تاكله وانت اصلا قاعد انت صايم فانت جعان وعطشان ودنيتك صعبه وقاعد انت باصص للاكل ده كانه كنز علي بابا، فاهم حاجه؟ ويجي العيال الصغير ده اللي عمال بيزن عليك فانت عايز تخلص من زنه باي طريقه فبتقعده على حجرك، فانت في جزء نص جسمك ما بقاش معاك بسبب انك شايل طفل، فانت يا دوب بتمشي حالك في وسط هذه الغوغائيه لان الناس كلها صايمه والناس كلها رايحه قوي في الاكل، فانت بتمشي حالك بايد واحده بالظبط. فتمسك بقى مثلا كفتايه عايز تديها له مثلا، لا مش وقت بقى. طب مش كنت بتصوت دلوقتي عايز تاكل؟ هو انا عايز اكل. هو عايز يعمل زي ايه؟ مش مهم اكل ايه، انا عايز اكل. بقول لك هو عايز ياكل، هو عايز يعمل زينا، هو مش عايز ياكل، هو عايز يقعد زي الناس دي ما بتقعد، عايز يعمل زي ما الناس دي بتعمل. فهم بيبقوا رايحين قوي في السكه دي يعني. يا عم بينرفزوني قوي بقى فاهم. واللحظه العبثيه بتاعت الكلام ما بين الفطار والتراويح بتلاقي بقى الناس كلها قاعده. عشان الصراحه يوسف مقضي 3/4 الدنيا في الحمام ده بجد. بتلاقي الناس قاعده فاتحين مواضيع في منتهى العبث. ابو تريكه اهلاوي ولا زملكاوي مثلا، فاهم؟ رامز جلال حقيقه ولا تمثيل؟ عم محمد ده مسلم ولا مسيحي؟ ده معانا في العيله. مسلم ولا مسيحي؟ الستات قاعدين بقى سمنه رابي ولا سمنه الهاني يعني ايه، والعيال تحت قاعده، والعيال بقى عمالين يفرقعوا صواريخ في ودنا اصلا في ايه ما بالراحه، عيل صغير كده رافع على الترابيزه عايز ازوق سن الترابيزه، عايز اديها واحده عمرو زكي في 90 فاهم. لذيذ ماشي. اتكلمنا على عزومات رمضان. الحمد لله. نلعب بقى شبعنا. نلعب بقى خش بينا. هتلاعبنا عم ماركو؟ هلاعب. ماشي نبدا بخد وهات. خش بينا على خد وهات عم ماركو. طيب خد وهات عم ماركو مجهز لنا مين بقى؟ نبدا ممثل. ماشي. ما احنا مش هنلعب طوبه رمقص، ما هو بنعرف منه الاول. ما احنا هنلعب طوبه رمقص. يلا طيب. نلعب طوبه رمقص. انا اللي هبدا. ممثل. ماشي. الممثل ده راجل؟ الممثل ده عمل حاجه رمضان ده؟ ماشي. الممثل ده لسه بيطلع يعني ممكن يكون بطل او كده في رمضان ده عادي بس لسه صاعد يعني مش حد قديم. حلو الكلام. احنا كده مزنوقين في 5-6. كوميديان؟ كده احنا اتزنقنا في 2 مثلا. والفكره ان الاثنين دول انا هقول واحد انت ما كنت لسه اقول لك انت هتديني مثلث عشان اديها. طب هقول لك مثلا انت هتقول له اسم يقول لك عادل امام مثلا. يوسف. ماشي. الممثل ده مثل مع ماجد الكدواني؟ لا. مصطفى غريب. صح. جامد. ما طبعا يا عم. ماشي. انت بتشرب في وسط التصوير؟ ايه ده؟ فاكر حزلقوم ماشي بس حقك عليا والله العظيم بزق حاجه بزق افيه حقك عليا. ماشي. كده 1-0 ليوسف. تمام. خش بينا على الثاني يا عم ماركو. خش بينا على الثاني. اصل انا اللي كسبان. بص لي قدرني. هو ايه نظرته دي مخليني حاسس ان هو جايب معلم سياحي مثلا. معبد الفعل. يلا انت ليه تقول معبد الفعل بتعمل عليه كده؟ انتوا عايزين مني ليه بس يا اسطى صاحبي؟ قول يا خال برضو. ماشي روح. ماشي. بنت
ده عشان يبقى ولد وبنت يعني ماشي معروفه مثلا ماركو برضو صحيح ذكي قوي. صحيح. طيب طلعت في رمضان ده؟ اه. طيب مي عمر؟ لا ما هو لسه جايبها الحلقه اللي فاتت. طيب كده فاكيد لا. بنت طلعت في رمضان ده طلعت في عمل دراما يعني العمل نفسه درامي مش كمسلسل كدراما ان هو مش كوميديا مش اكشن. انا ما شفتش اي مسلسلات دراما رمضان ده. ما انا مش عارف. يا محلى نورها. برج الحوت؟ لا ماشي. ايه برج انا بفتكر مسلسل برج الحوت. لا. طيب هي مثلت كوميدي؟ لا. طب انت عارف؟ لا ماشي. لا هو ايه الصوت اللي طلع؟ حاجه واحده كوميدي وكان دمها يلطش فلا. اوكي مثلت حاجه واحده كوميدي وكان دمها يلطش. كان فيلم ما كانش مسلسل. ايه ده؟ حاجه واحده كوميدي وكان دمها هي كبيره؟ كبيره في السن يعني مش قوي يعني ماشي عجوزه يعني. ماشي اوكي. مين؟ يعني في واحده بس مستحيل تكون. استنى انا لسه ليا شويه اسئله. كبيره دراما وهي مش كوميديانه دمها يلطش بالنسبه لماركو ماليش دعوه. بالنسبه للكوميديا ما اعرفش الله اعلم ما اعرف يا مين اقول ماليش دعوه. بتطلع ترند كل رمضان او بقالها كام رمضان كده طالعه ترند بالعبط وبالعتا؟ لا. جامد انا عرفته كان قصدي على مين. طيب قول له فورمه. ايه ده مين الفورمه؟ لا مش فورمه. هي انت قلت لنا كبيره مش قوي. انتصار؟ لا. انتصار مش كوميديانه انت مجنون. ما انا مش عارف ما يمكن يكون ذوقه زي الزفت يعني ممكن يكون ذوقه وحش. لا 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 لا. انتصار لا. الله يخرب بيتك يا ماركو. وقت الحلقه طالعه في رمضان ده. مثلت مع حماده هلال؟ لا. ماشي روح. ما مثلتش مع المشكله ان انا ما بشوفش مسلسلات اصلا. طلعت مع رامز قبل كده؟ لا. طلعتش مع رامز خالص؟ ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ او لا ممكن تكون طلعت في بتاع روسيا ده بتاع كاس العالم اظن. طب يعني انا هسأل سؤال تاني. اسأل سؤال تاني. طيب مسلسلها ترند رمضان ده؟ لا. مسلسلها ترند رمضان ده؟ لا. ابتديتها انا مش مجمع اي حاجه. طيب ما مثلتش مع حماده هلال. ممكن نسأل مثلت مع محمود حميده؟ لا. ما مثلتش مع محمود حميده. في الاربعينات اصلا كمان؟ ممكن تكون. انا كنت اقول لك هدى المفتي اصلا. لا هدى المفتي اللي في الاربعينات هدى المفتي حاجه اول الثلاثين. ايوه يا عم دي حاجه. هدى المفتي ممكن تكون اصغر مني بالظبط. ممكن تكون 28 29. انا مش عارف اديله حتى سؤال عشان اعرف اخد منه. وعملت حاجه واحده انت سالت سؤال وقال لك لا صح؟ فده دوري صح؟ يا عم ماشي دورك. ما سالتش بس ماشي خش. اسال. طب مسلسلها بتاعت على ام بي سي؟ لا. كان ليها خناقه مشهوره مع ممثل؟ يعني كان ليها خناقه مشهوره بس ما كانتش مع ممثل. كان مش مع ممثل؟ مش اقسم بالله ما ولادي. لا. ماشي. طب ما اقول لك لا خلاص. ما ماشي. سمال خشاب؟ لا. تصدق ممكن نروح هناك فعلا. طويله؟ يا رب تبقى لا. تبقى هي كانت لابسه هيلز ساعتها. مثلت مع نور الشريف في الحاج متولي، كانت احدى زوجاته. مثلت في الرئيس عمر حرب. مت في وقت الحلقه. مت مش غادة عبد الرازق يعني. مش غادة عبد الرازق. الممثله دي غادة عبد الرازق. لا جامد انا رحت من هناك بقى فاهم. حلو يا عم انت مره اديتني يا عم. بالظبط كده احنا 1-1. نلعب واحده فينال اللي تفصل مين فينا اللي كسب. اتفضل يا استاذ مارك. اكله برضه ها انت ماشي اكله. استسهل. ما انتوا ما بتعرفوش تجيبوا ممثلين هنقعد هنطول وقت الحلقه. عارف ان في مغنيين في عايز مغنيين في حاجات كتير يعني بس ما علينا. اجيب لك مسلسلات. اجيب لك مسلسلات. ماشي. اكله رمضانيه. اوكي. المره اللي فاتت جاب قطايف كانت حلوه. الاكله دي حلويات. المره اللي فاتت جاب قطايف. لو قالها تاني المره دي هقوم اضربه. بيكتب. الاكله دي ترند طالع عليها ترند من بلد معينه يعني مش يعني ترند دبي. ماشي.
طب ما خلاص. وحياة امي لو قلت له عليه قال لي لا بيستاشيو. الاكله دي كنافه. صح. اكسب بقى مثلا اكسب يعني بقى. يا ابني ابذل مجهود. وانت اصلا بتطول قوي في الممثلين. ماشي يا عم. صح. مغيبين. هو اتنين كان جايب اصلا نوع حلوه تاني قال لك ماشي كنافه. رمضان يلا ماشي وقت رمضان، عندنا وقت يلا. حلقه. تمام كده 2-1. ماشي يا اكسب عم. انا المره دي. اكسب. اخر رمضان نشوف مين فينا اللي ماشي. هيحط على التانية. كفايه كده. الى هنا اخواتي، يعني يا رب تكونوا اتبسطتوا، يا رب تكون حلقه خفيفه عشان يوسف كحكح في وسط القفله يعني. اتبسطتوا، عجبتكم الحلقه، ما تنسوش لايك سبسكرايب شير، لموا علينا الناس وايه يا عم جو، وفرجوا علينا الدنيا. جدع. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وبس كده. عايز تقول حاجه؟ ولا اي حاجه. توحشونا. سلام.